الذكرى 44 لافتتاح السد العالي وبداية عمل السد رسميا، والذي يعد أكبر مشروع مائي تم بناؤه خلال القرن الماضي من الناحية المعمارية والهندسية، متفوقا على مشاريع عالمية أخرى. السد العالي أنقذ مصر من كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة للفيضانات المتعاقبة ثم ندرة الإيراد، كما ساهم في تغيير وجه الحياة بمصر خلال 55 عاما ماضية. للحديث بشكل أكثر توسع حول ذكرى افتتاح السد العالي والتحركات التي تقوم بها مصر في إفريقيا لكات المائية التي تواجهها مصر ذكرى بناء العالي، يعني يكون دراتكم في الاستوديو المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أنا بس بستأذن حضرتك قبل بداية الحوار نتابع هذا التقرير عن ذكرى افتتاح السد العالي، ثم نعود مرة أخرى للاستوديو. مشاهدينا نتابع هذا التقرير. السد العالي رحلة كفاح لا ينسى أحد صفحاتها ومفرداتها، فكان مدرسة للكوادر المصرية التي حملت لاحقا على عاتقها بعد الانتهاء من رحلة البناء والتشييد أعباء تنفيذ الكثير من المهام من تطوير مصر وسط حملات عاتية لوقف تلك العمليات والمهام. في 15 من يناير من عام 1971 تم الاحتفال بافتتاح السد العالي، وفي 9 من يناير من هذا العام 2015 كان ذكرى مرور 55 عاما على وضع حجر الأساس لبناء السد العالي، حيث عاشت مصر لحظات تاريخية بعد أن أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1960 بداية البناء وتدفق المياه من شقي الجبل. فالسد العالي يمثل أعظم ملحمة للإرادة المصرية في الصمود والتصدي. وكما قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في خطابه الشهير أمام الآلاف من جماهير الشعب في هذه المناسبة: إن هذا السد تذكار لانتصاركم على كل اعتداء وعلى كل الصعوبات. هنا صورة رائعة لأحلامكم صنعها العمل الذي يحرك الجبال ويخضع الطبيعة لإرادة الإنسان مهما دفع من الدم والعرق. وتأتي هذه المناسبة في هذا العام تزامنا مع تنفيذ مشروع مصري جديد قومي عملاق تتتابع فيه الخطوات التنفيذية لشق قناة السويس الجديدة، أحدث مجرى مائي في العالم، والمتوقع افتتاحها في أغسطس القادم. ارتبط السد العالي بمشروع مصر القومي الذي تكاتفت حوله الإرادة الوطنية، وقاده في ذلك الوقت الرئيس جمال عبد الناصر، وخاض من أجله مواجهة غربية دون أن يترك لهم مجالا للمساومة حتى في ظل ظروف التمويل العصيبة. السد العالي مشروع مصر العملاق في القرن العشرين تم الانتهاء من المرحلة الأولى لبنائه في 16 من مايو من عام 1964 ليكتمل بناؤه في عام 1968 ويتم افتتاحه رسميا في 15 من يناير من عام 1971، ليظل السد العالي تتويجا للجهد العلمي والعملي المنظم منذ البدء في إنشائه ومراحل تنفيذه، وللتغلب على كل المعوقات التي واجهته، ويظل رمزا لطاقة الأمة وشاهدا على العطاء وملحمة للتصدي والإصرار، وسيبقى خالدا يرمز لمصر ونمائها. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا التقرير عن ذكرى افتتاح السد العالي، وعودة للاستوديو وضيفي الكريم المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين. خلينا ندخل مباشرة في الحديث ونقول ماذا لو النهارده 15 يناير 2015 ما كانش موجود السد العالي؟ لا ده انت بتبتدي بكارثة يعني محدش يقدر يتخيل. يعني انا ما اقدرش اتخيل ان مصر يمر عليها الفترة من 79 ل 87. الفترة دي معروفة اللي حصل فيها كانت الفيضانات شحيحة جدا، وحصل نقص في الموارد المائية. لو ما كانش في عندك السد العالي اللي سحبت منه حوالي 70 مليار متر مكعب ميه، لو ما كانش ده موجود انت كنت في مجاعه. ده من 79 ل 87 بالظبط. ولو خدنا من 98 ل 2002 ده كانت فتره الفيضانات العاليه. نعم. كنت هتحمليها ازاي؟ يعني يعني احنا سنه 60 كان متوسط الطاقه الكهربائيه في مصر 400 ميجا وات.
انت عندك ثابت وهو الزيادة السكانية. نعم. هذا الثابت اللي بيتم بشكل متوالي لابد أن يواكبه رقعة زراعية وصناعية وطاقة كهربائية لو ما كانش في عندي اللي يعمل ده، محطات الكهرباء اللي كانت موجودة في الفترة ديت ما كانتش تستطيع ان هي تتواكب مع الزيادة، احتياجات الزيادة السكانية اللي كانت صحيح. ما بالك بقى باليوم يعني طبعًا النهارده مع طبعًا الأزمة اللي احنا فيها طبعًا في الكهرباء والطاقة مع وجود السد العالي. بالظبط. يعني مثلا السد العالي بيطلع 2100 ميجا وات، في وقته كان بيغطي احتياجات مصر متجاوزين نعم ال 24 ألف ميجا وات. صحيح. لكن أنا ما أقدرش أتخيل مصر في اللحظة ديت بدون السد العالي. كان معناها ان ممكن ما يبقى كان عندي مجاعة، عندي كوارث، ما عنديش صناعة. يعني كان الحال هيبقى غير الحال على كل تقدير. بالتأكيد. طيب احنا بكل أسف احنا هنضطر نخرج لفاصل قصير، هنتابع بعد ونشرة أخبار ونعود لاستكمال حوارنا مع حضرتك ونستحضر اللحظة الآن مع السد العالي وكيف نبني عليها في اللحظة الآنية في مصر. إذا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير تتابعونا بعده نشرة أخبار جديدة من أون تايم على رأس الساعة، وأعود مرة أخرى لحضراتكم وضيفنا الكريم المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين. بناء السد العالي إلا إشارة إلى هذا المعنى: شعب أعطى للدنيا وللحياة، شعب يبني كل يوم يعرف قيمة البناء. كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في إيديه، ميته في البحر ضيعة والصحارى في شوق إليه. كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في إيديه، ميته في البحر ضيعة والصحارى في شوق إليه. قلنا نبني سد عالي، شعب يبني كل يوم يعرف قيمة البناء. مشاهدينا الكرام أرحب بحضراتكم مجددا واستكمال هذه الفقرة ومباشر من العاصمة، وضيفي الكريم المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين. برحب بحضرتك مرة تانية يا فندم. يعني كنا بنتحدث قبل نشرة الأخبار على فكرة أنه لو لم يكن هناك السد العالي النهارده في 15 يناير 2015، وحضرتك ذكرت ربما حقائق يعني يكفي ان جفاف وفيضانات سواء في فتره من 79 ل 87 او من 98 ل 2002 بالتأكيد. طيب لو قلنا اللحظه الحاليه استحضار لحظه بناء السد العالي، مش بس افتتاحه، يعني الفكره وانه قررنا وخدنا قرار مع ظروف صعبه اكيد الكل يعلمها يعني تاريخيا، ومع هذا اتخذت يعني الفكره دخلت حيز التنفيذ وبقى عندنا الحمد لله السد العالي. اللحظه دي ازاي نقدر نبني عليها في اللحظه الحاليه في مصر مع ما نواجهه الان الحقيقه من تحديات؟ شوفي حضرتك، بدأت دراسه مشروع السد العالي في 18 أكتوبر 52. نعم. مجلس قيادة الثورة اللي قام بثورة بعد شهرين بيفكر في مشروع بالحجم ده. نعم. وهذا المشروع السد العالي كان فيه مهندس يوناني اسمه أدريان دانينوس، ده كان طرح الفكرة وكان قدمها قبل كده ومحدش سأل فيه. سنة 53 دخل وقدم لمجلس قيادة الثورة وتبنوا المشروع وبدأت الإجراءات. خلينا نشوف الناس دي. يعني هو التفكير تم 52 في الفكرة انه لازم نعمل شيء ما علشان الفيضان والجفاف وما الى ذلك. قرار من مجلس قيادة الثورة
بالبدء بدراسة عمل سد على نهر النيل. ثم القصة اللي احنا عارفينها اما جم بدأوا يدرسوا ضمن الدراسات الاقتصادية صحيح والتمويل. فالطبيعي انه نروح زي اغنية عبد الحليم. ايوه صحيح للبنك الدولي. هنا لازم كلنا نقف ولازم نفكر، لان اللي كانوا موجودين عبد الناصر هذا الزعيم مصري واحنا مصريين. عبد الناصر لقى انه عشان يوافق يبقى كرامة مصر تحت سيطرة البنك الدولي وتحت سيطرة امريكا. صحيح. ولم يرضى بهذا، لكن فكر في ايه؟ في التمويل الذاتي. نعم. ويعني على جانب اخر ال60 مليار اللي جمعوا بنداء من الرئيس السيسي هي نفس الفكرة. صحيح. انك تعتمد على ناسك، على التمويل الداخلي، تعتمد على الشعب المصري. فخد قرار بتأمين قناة السويس، ثم اتجه بلاش امريكا، خد 400 مليون روبل من روسيا. ثم بعد كده اللي هو الاتحاد السوفيتي في الاتحاد السوفيتي. ثم بعد كده خد 500 روبل بشروط ميسرة جدا، واستطاع ان هو يوفر التمويل. صحيح. في نفس الوقت كل العلماء المصريين كانوا شغالين في دراسات، واثناء بناء السد العالي حصل تطوير هندسي وحصل تغيير، لانك انت كنت بتشتغلي في واقع انت ما اتحركتيش فيه قبل كده. ميه، وعندك لازم تبني ساتر تراكمي رهيب جدا اللي هو جسم السد. فكان في دراسات هندسيه متواصله بقى، متواصله، يعني مش دراسات الاوليه وبنبني وخلاص. طول الوقت كان في دراسات، طول الوقت. وما عندناش مانع ان احنا بنستعين باي حد خبراء من الخارج. النقطه الثانيه، كان ساعتها رئيس الوزراء المهندس صدقي سليمان كان موجود في السد العالي، موجود على صبات الخرسانه. هذا الرجل اللي كان السد العالي بيتبني اثناء وزارته كان مثال اللي بياخد القرار وعنده مشروع قومي عايز ينفذه. دراسات هندسيه وعلميه بتتم. نعم. دراسات جدوى ودراسات اقتصاديه الناس بتشوفها. الشعب كله حس ان في مشروع بتاعه. ما هي دي بقى اللحظه، عشان كده انا بقول لحضرتك استحضار اللحظه. بمعنى ايه؟ طبعا احنا مش بنعمل اي مقارنات ولا شيء، لكن فكره ان الشعب يشعر انه في مشروع مهم قومي، وبناء عليه اولا يعطيه الامل. دي اهم حاجه، وخصوصا انا عشان كده بقول استحضار اللحظه الحاليه بالزبط. لان الشعب حاليا محتاج امل بعد فترات من احباط ويأس طويله، الى جانب محتاج يحس بشويه حماس عشان يقدر يدي ويشتغل. ازاي نبني يعني من اللحظه دي نقرب للحظه اللي احنا فيها حاليا؟ ده دور يعني ده تاريخنا. صحيح. والمسؤولين اللي موجودين قروه وعارفينه وعارفين الشعب ده وعندهم تجربه في منتهى البساطه. اما وقف الرئيس وقال انا عايز امول تمويل ذاتي، هذا الشعب لم يخذل اي قائد ليه في اي مرحله ما دام حاسس انه بيعمل لمصلحته. صحيح. فانت تستطيع، بس لازم الناس تبقى شعره انك انت فعلا هتعمل، وان الحكايه تبقى خطوط متوازيه شويه يا باشمهندس. يعني بمعنى انه وقت السد العالي مع الافتتاح السد العالي كان طوال السنوات دي لم يكن يعني مشروع قومي واحد واحنا قاعدين جنبه كلنا بنغني زي ما الناس بتقول وما فيش حاجه بتحصل. حضرتك هقول لحضرتك على حاجه، من 60 ل 70 نعم اللي هي فتره بناء السد العالي هي الفتره اللي مصر بنت فيها مصانعها. صحيح. اللي مصر كنا بنقول كل يوم بيطلع مصنع، اللي كان بيشتغل في مجمع الألمنيوم ومصانع كيما ومصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج كل المصانع دي اللي عملها المصريين. والقيادة
مصريه، صحيح. والقياده كانت مصريه، ما جبناش اجانب، ما جبناش حد فكر لنا، بس هي وهو مش عيب حتى لو استعنا على فكره بخبراء اجانب، ده شيء يعني بس في كل حد متخصص في مجاله. هتبقى ارادتك انت صحيح، هي اللي بتصنع الحدث. صحيح. انا كانسان مصري عايش على الارض دي، لو شاعر ان انا لازم اعمل حاجه وان في امل وان المسؤول شايفه انه فعلا بياخد قرار وانه يعني فعلا متحمس يعني على سبيل المثال الناس اللي عايشه في ازمه زي ازمه المرور، كل يوم والتاني هتتحل، لا مش عارف ايه، ازمه الكهرباء انت تحسي ان مفيش صراحه، الناس شعره ان في حاجه ضبابيه. اكيد في اسباب لعدم حل الازمات، لكن الاسباب ما بتتقالش بوضوح من مسؤولين. مظبوط حضرتك تقصد كده؟ اما ما بتتقالش، اما في عندنا خلل في الاداره. قبل كده لما اتكلمنا على مساله الكهرباء انا كان رايي انه هناك خلل في اداره المشكله. احيانا عفوا اما بيبقى في مشكله عليكي انك انت تستعيني بكل الاراء. صحيح. ما تقعديش في اتفضل. في بعض المسؤولين اللي عندهم افكار سهله او افكار يعني هم متعودين عليها ويقول هو ده الحل. يعني المكرره اللي هي التجارب المكرره بالظبط، انه ما فيش فكر ابداعي، نفكر زي ما بيقولوا خارج الصندوق. يعني ما هو علشان كده لما سالت حضرتك عن السد العالي، البعض كان بيرى ربما في الخمسينات انه هذا حلم يعني بعيد التحقق وانها مساله غير قابله للتحقيق على الارض. قالوا على عبد الناصر انه هو مجنون. صحيح. مني اللي يقف قصاد امريكا في هذا الوقت. وساعتها نقدر نقول هذا الشاب، لانه كان صحيح. هذا الشاب واجه امريكا. بس ذكاء عبد الناصر كان في ايه؟ انه واجه امريكا لكن اتسلح بالمصريين. صحيح. اتسلح بيهم، قال لهم ادي الحلم بتاعكم. والمصريين ما غنوش وبس، ما طلعتش الاغاني وبس، لا كانوا بيغنوا والمهندسين بتوعهم بيشتغلوا وكان العلماء بتوعهم بيشتغلوا. زي اما جينا في حائط بارليف بتاع العدو الصهيوني، ماشي، هذا الحائط مين اللي دمره؟ ما هم العلماء المصريين، هم دول اللي كانوا بيفكروا. نعم. انت استحضر، لازم يبقى عندك الإرادة كقيادة أو كمسؤول، يبقى عندك الإرادة الأول. نعم. وعندك بعد نظر في إنك أنت تشوف كل الآراء، بعد كده هتلاقي الناس معاك. صحيح. صحيح. يعني خلينا سريعا وبشكل موجز، مع الاسف ان احنا وقتنا انتهى مع الاسف يا باشمهندس. مشروع قناه السويس الجديده، هل من الممكن انه بعد سنوات طويله نصل لنفس الفوائد ربما والمكاسب اللي احنا بنتحدث عليها النهارده مثلا من السد العالي؟ انا مش عايز ادخل بدون مقارنه، لكن هو مشروع اخر بالتاكيد في لحظه تاريخيه مهمه بالتأكيد ايضا. يعني هو مشروع قومي في لحظه تاريخيه. بعض الاراء الهندسيه لها تحفظات، انا ارجو بشكل علمي وهندسي يتسمع راي الجميع. صحيح. مش عيب ان يبقى في عندنا ملحوظات ويبقى عندنا اراء مختلفه. صحيح. لكن بكل المعايير هو مشروع قومي نستطيع ان احنا نكمل عليه، مش هنقف عند حفر المجرى ده. صحيح. ده جزء من ده بداية يعني ربما لمشروع كبير. عندنا صحيح. مشروعات كتير ممكن نشتغل فيها
في مصر ان شاء الله يا فندم. انا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه اذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه الجوله في مباشر من العاصمه خصصناها للحديث والاحتفال بذكرى افتتاح السد العالي، الذكرى ال55. بشكر ضيفي وضيف حضراتكم المهندس محمد النمر وكيل نقابه المهندسين، وبشكر حضرتكم على حسن المتابعه. فاصل قصير نتابع بعده جولتنا دائما على شاشه اون تي في لايف. حتى هذا الحين دمتم في امان الله. وما إتمام بناء السد العالي